الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد صلوات الله وسلامه عليه. السيدات والسادة الأجلاء، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، وأحييكم تحية العدل والمساواة، وهما شعار المجلس القومي للمرأة الذي أنشئ بقرار جمهوري عام 2000 للقضاء على التناقض الصارخ الذي تحياه المرأة في مجتمعاتنا. يسعى جاهدا برئاسة معالي السفيرة نسا التلاوي لإدماج المرأة في عملية التنمية الشاملة، بما في ذلك حق المرأة في المشاركة في الأطر الاجتماعية من أحزاب ونقابات واتحادات ومنظمات جمعية، وكذا في مراكز صنع القرار التشريعي والتنفيذي، وفي صنع القرار المجتمعي العام ومتابعة تنفيذه. ومن ثم تصبح المرأة ضمن عناصر المجتمع الفاعل تملك القدرة على التعبير والتغيير والتصدي لأي تيار يسعى لوقف التقدم أو العودة للخلف مستترا في عباءة أو شعار. يؤكد المجلس القومي للمرأة أنه لا تزال هناك فجوة بين الواقع والمأمول. ما زالت المرأة المصرية ممنوعة من تولي بعض الوظائف العامة كالقضاء، وظائف الحكم المحلي، وهو أمر مرهون بالإرادة السياسية حيث لا عائق قانوني أو دستوري، إنما هو ارتباك المناخ الثقافي أمام ما يمارسه البعض من إرهاب فكري بتسييد أفكار ومفاهيم جامدة ورجعية تجاه مشاركة المرأة ودورها لحدها عن مواقع صنع القرار، مع أن الصعود الحضاري والإسلامي قد شهد أوسع مشاركة للمرأة في البيعة في المعارضة ودورها كفقيهة ومقاتلة وشهيدة وقاضية وأديبة. ولا زالت مصر تسجل تراجعا بين الدول العربية والإسلامية في تعيين المرأة القاضية. هناك 11 دولة من بينها المغرب، الجزائر، السودان، لبنان، تونس، اليمن، الأردن، تمثل القضيات في بعضها ما يقرب من 50% من مجموع القضاء.